كانت أبشع ليلة عيد كريسماس مرت عليا في حياتي، وده بعد الكابوس اللي شفته يومها. تعالوا أحكيلكم حصل إيه معايا. بس قبل ما نبدأ، من فضلكم ما تنسوش تعملوا لايك للقصة واشتراك في القناة. يلا بينا نبدأ القصة. في ليلة شتوية وأنا سمع أصوات التلج، كانت برا بيتنا وهي بتقع وبتخبط على شباك الصالة اللي كنا واقفين فيها. اسمي رجا وأختي الكبيرة اسمها دانا. كنا واقفين ومستمتعين واحنا بنجهز مع ماما شجرة الكريسماس اللي كان شكلها جميل جدا. يومها فضلنا نطلب بإلحاح على ماما إنها النهاردة تسيبنا شوية ناخد بعض الصور التذكارية قصاد الشجرة، لكن أمي وقتها أصرت إننا ننام لأن ميعاد نومنا جه، ووقتها قالت إن سانتا كلوز مش بيجي البيت إلا لو كان أطفال البيت نايمين، وده علشان لما يصحوا يتفاجئوا بالهدايا اللي بيكون جايبها معاه. وعشان كده طلعنا أنا وأختي دانا ننام. ما زلت فاكرة شكل أمي كويس. وقتها كانت واقفة جنب شجرة الكريسماس، ونور أضواء الشجرة كانت مبينة ملامحها الجميلة، واللي ما كنتش متخيلة إن دي هتكون آخر مرة أشوف فيها ملامح أمي البريئة وهي بتبتسم ليا. بعد فترة من الوقت صحينا بالليل على صوت لصراخ عالي كان جاي من الدور الأرضي. صوت أمي، أيوة أنا عارفاه كويس، كان باين عليها إنها مرعوبة من شيء. قمت من على سريري وأنا بتجه ناحية الصوت، ولقيت في طريقي أختي الأكبر دانا. مسكنا إيدين بعض ونزلنا على السلالم، وكنا ماشيين بحذر وخوف رهيب. أول ما وصلنا للدور الأرضي، الدور كله كان ظلام دامس، ما كناش شايفين أي نور في المكان. ما كانش ظاهر غير أنوار خافتة من الأنوار الخفيفة اللي كانت محطوطة على شجرة الكريسماس في أوضة السفرة. كنا واقفين عند بداية الأوضة وماسكين في إيدين بعض ومرعوبين من الصمت الرهيب اللي كان موجود بعد صوت الصريخ العالي اللي سمعناه. وما فيش ثواني وبدأنا نسمع صوت لخطوات بتقرب علينا، ولما ركزنا في خيال الظل اللي كان خارج وقتها من الأوضة، كان ظل الراجل لكن ما كانش واضح بالنسبة لنا. كل ما كانت الخطوات بتقرب علينا كانت ملامح الراجل ده بتظهر حبة حبة لحد ما بدأت الصورة توضح قصادنا. الراجل ده أول مرة كنت أشوفه، لا كان جار لينا ولا صديق للعيلة ولا حتى شخص غريب نعرفه. بصلنا بنظراته المرعبة وهو مغمض عينيه. كان في سكينة في إيده مليانة بالدم. بدأ يصدر علامة تحذير من بقه، وفجأة لقيناه بيقول: ما ينفعش انكم تكونوا واقفين هنا، ولازم ترجعوا على اوضتكم دلوقتي، وإلا مش هيحصل كويس. كان مغمض عينيه وحاطط صباعه على بقه وداخل على أوضة السفرة اللي كان فيها شجرة الكريسماس، وعلى وشه ملامح غضب شديدة وكأنه راجل مش متزن. تصرفاته بالنسبة لي كانت غريبة، والغريب إنه كان متجه وكأنه عارف هو رايح فين، لحد ما شفنا أمي وهي واقعة جنب الشجرة وبتصرخ بشدة، وصوتها كان عمال بيترعش من الخوف وكأنها بتستنجد لآخر مرة يمكن حد من الجيران كان يسمعها وينقذها. كنت واقفة ومرعوبة ومش عارفة إيه اللي بيحصل وليه أمي خايفة كده. ضربات قلبي كانت عمالة بتزيد مع كل خطوة كان بيقرب فيها الراجل ده ناحية أمي، وكأني عايشة جوه كابوس مرعب ومش عارفة أصحى منه. شفت أمي وهي ماسكة في بطنها والدم حواليها وعلى هدومها. إيديها كانت غرقانة بالدم، كانت عمالة بتعافر علشان تقف على رجليها لكن ما كانتش قادرة. نور شجرة الكريسماس البسيط كان مبين ملامح وشها، وخلانا أشوف وشها وهو مليان بالجروح الشديدة، وهي بتبص ناحيتنا بنظرة غريبة وكأنها عايزة تقول لنا اهربوا من المكان ده بسرعة. لكن كنا واقفين ومتجمدين في مكاننا ومش فاهمين ولا قادرين نحدد ايه اللي بيحصل وليه أمنا بتصرخ كده، والراجل المختل ده عاوز منها ايه
وفي اللحظة دي الراجل ده طلع السكينة اللي كانت معاه وقرب ناحية أمي بنظراته المرعبة وبكل وحشية وغل، وهو بيقول ليها عيد كريسماس سعيد. وبدأ يطعن أمي طعنات بالسكينة اللي معاه. كنت سامعة صوت أمي وهي بتلفظ أنفاسها الأخيرة. كنت عاوزة أصرخ من كتر الرعب والخوف اللي كنت حاسة بيه وقتها، لكن صوتي ما كانش طالع. ما كنتش حاسة حتى بنفسي، ما كنتش حاسة غير بإيد أختي وهي بتترعش من الرعب. ما فقتش من اللي أنا فيه غير وأنا بسمع صوت عربيات الشرطة وهي بتقرب على البيت. لكن الراجل المختل ده كان مازال عمال يضرب أمي ويطعنها بكل غل بالسكينة أكتر من مرة بكل غضب ووحشية، وكأني مش في وعيه، لدرجة إنه ما كانش سامع ولا حاسس بأصوات سرينة عربية الشرطة. المشهد ده عمره ما راح من بالي، لدرجة إني لحد اليوم ده كل ما كنت بحاول أغمض عيني كنت بشوفه وأنا مغمضة عيني وهو عمال يقتل أمي بكل عنف وغل. كنت واقفة وببكي من الرعب، وفجأة الراجل المختل ده بص ناحيتنا، ودي كانت أول مرة أشوفه كويس. عيونه كانت حمرا لون الدم، كان بيبصلنا بنظرة كلها تحدي وغضب. لكن فجأة فاق على أصوات عربيات الشرطة اللي بقت حوالين البيت وقريبة منا جدا. وقتها رجع خطوة لورا، وفي اللحظة دي شفت أمي. أيوة، شفت أمي وهي عيونها مفتوحة وبصة للسقف، والدم كان مغرقها ومغرق الحيطان حواليها. والقاتل المختل ده أول ما سمع صوت سرينة الشرطة هرب فورا من المكان، وما سابش لينا غير صوت صرخة أمي وهي واقعة جنب شجرة الكريسماس وغرقانة في دمها. عمر المشهد ده ما راح عن بالي لحد النهاردة. كل ما يمر الأيام ويقرب راس السنة بحس إن قلبي هيقف من الخوف. اليوم ده بقى بالنسبة لي أنا وأختي زي الكابوس في أحلامنا. كل ما نغمض عينينا نشوف ملامح الراجل المختل ده وهو واقف قصاد عيوننا. لحد اللحظة دي القصة دي حصلت فعلا. كان يوم 22 من شهر ديسمبر. باتريشيا برينز كانت بتحتفل مع بناتها في مساء اليوم ده على العشاء، وزوجها السابق كليفورد واللي كان عمره وقتها 43 سنة كان وقتها بيرن جرس البيت وهو لابس قناع مداري بيه وشه. وأول ما باتريشيا فتحت له الباب طعنها ببطنها بالسكينة وفضل يطعن فيها لحد ما ماتت. وللأسف بناتها شافوها وهو بيحاول يطعنها أكتر من مرة، وكانت بتلفظ أنفاسها الأخيرة قدام عينيهم. وحاولت بنت منهم الاتصال برقم الإنقاذ 911، لكن كان بعد فوات الأوان، واتحكم على كليفورد بالحبس مدى الحياة بعد اعترافاته الأخيرة، وده كان السبب في نهاية حياته. أعزائي متابعين قناة رعب معموها، ياريت تعملوا لايك للقصة وتشيروها مع أصدقائكم. طبعا مش هقدر أنسى إني أشكر كل الناس اللي شجعتني ودعمتني إني أكمل. الفضل الأول لربنا، ثم بعد كده ليكم. بشكركم جدا على تفاعلكم، وأتمنى إني أفضل دايما عند حسن ظنكم. ودلوقتي بقى نبدأ القصة. اسمي لورا، وبشتغل في ملاهي كبيرة في أحد البلاد العربية. وفي يوم تم تكليفي بتنظيف وفحص السفينة الدوارة، والقسم ده كان تم إغلاقه من فترة، وده بعد ما حصلت فيه حادثة كبيرة حكوا عنها في التلفزيون والسوشيال ميديا. ما زلت فاكرة أحداثها كويس. وأنا متجهة لمكان السفينة حسيت إحساس غريب. المكان كله كان أشبه بمقبرة مليانة بأرواح الناس اللي ماتت. أيوة، من حوالي 5 سنين المكان ده ما كانش شكله. كان موجود جناين كتير وخضار وريحة الورد مالية المكان،
فاكرة أصوات الناس وهي بتضحك، وكانت مستمتعة بلعبة السفينة. الأولاد كانت بتلعب في كل مكان وهم سعداء. حقيقي أنا كنت مبسوطة جدا وأنا بشاهد الأولاد في المكان وهم فرحانين وبيلعبوا. لكن بعد لحظات بدأت أسمع صوت صريخ عالي جدا كان جاي من ناحية لعبة السفينة الدوارة. وفجأة حصل عطل في محرك السفينة وقت طلوعها فوق منحدر عالي، واللي أدى لاشتعال النار في اللعبة وراح فيها عدد كبير من الناس والأطفال. كلنا كنا في حالة كبيرة من الصدمة والحزن. الخبر اتذاع في التلفزيون وكان عندي شعور غريب ومش مفهوم من المكان ده بالذات. قاطع شرودي زميلي لوكاس وهو بيسألني تفتكر المكان ده آمن إننا ندخله دلوقت وبعد المدة دي كلها؟ رديت وقلت له ما تقلقش، هنفتش ونفحص المكان كويس قبل ما نبدأ تنظيفه. لكنه رد عليا وقال لي إن الناس هنا بتقول إنهم شافوا أثر لدم كتير متجلط على الأرض في كل مكان في القسم ده. طمنته وقلت له ما تقلقش، هنخلص شغلنا بأمان والأمور هتكون كلها بخير. بصراحة أنا كنت بهديه، لكن ما كنتش أقل عنه خوف، ويمكن أكون خايفة أكتر منه. لكن شجعت نفسي وبدأنا نمشي ونفحص كل حتة في القسم. كان كبير جدا ومليان بحالة كبيرة من الصمت المخيف. الجو كان بارد. كل ما كنت بقرب من مكان السفينة كنت بشم ريحة التراب والعفن في كل مكان، لحد ما بدأت أسمع لصوت سلسلة قديمة بتتجر في البداية على الأرض. كنت فاكرة إني بيتهيألي، لكن كل ما كنت بمشي خطوة واحدة الصوت كان عمال بيزيد. اهدي يا لورا، أكيد أنا بيتهيألي. لكن الصوت فجأة اتحول لصوت صراخات عالية بتقرب مني، صوت صراخ لناس مذعورة من شيء. قلبي كان هيقف من الخوف، لكني اتمسكت وبدأت التفتيش في اللعبة كلها. ولكن بعد شوية بدأت أسمع لصوت الصراخات مرة تانية، لدرجة إني حسيت إن الأرض بتتهز تحت رجلي. رجعت خطوتين لورا وأنا مرعوبة من اللي شايفاه وسمعاه، لكن كملت تاني شغلي وأنا عمالة بقول لنفسي أنا لازم أخلص شغلي بسرعة وأخرج من المكان ده في أسرع وقت. وأنا ماشية في طريقي هبت رياح شديدة البرودة في المكان. فجأة في عز كل الرعب اللي كنت فيه ده عيني وقعت على حزام من أحزمة الأمان، واللي كان موجود في لعبة كان دايب جدا. قربت منه علشان أفحصه، لكن حصلت الكارثة اللي خلتني أتسمر مكاني من الرعب. وده لما الحزام اللي مفكوك فجأة رجع مكانه واتقفل لوحده، وكأن في شيء غير مرئي هو اللي شده وقفله. ما كانش فيه أي تفسير للي بيحصل قدامي ده غير إني مش لوحدي في المكان. رجعت مرة تانية أمسك حزام الأمان وأتأكد من إنه سليم ومش ممكن يكون صابه الصدى. لكن المرة دي كان كل حاجة ماشية طبيعي، ريحة الدم في كل مكان حواليا، وكأن الحادثة دي لسه حاصلة دلوقتي مش من فترة. بدأت معدتي تتعب ومفيش دقايق ورجعت أسمع نفس صوت السلاسل القديمة وهي بتتجر على الأرض، ووراها أصوات لصراخ بعيد بيقرب ناحيتي وبيعلى بالتدريج. بدأت أحس بالأرض بتتهز من تحت رجلي، لدرجة إن ركبتي بقت بتخبط في بعض. الهوا كان عمال بيزيد ببرودة. بدأت أشعر وكأن أرواح الناس اللي ماتت عادوا للحياة مرة تانية. ومفيش ثواني وحصلت الكارثة. وده لما شفت اللعبة وهي بتتحرك وصوت السلاسل مربوطة بالأحزمة بتتركب لوحدها. المشهد قدامي كان بيعيد نفسه. بدأت اللعبة تمشي لحد ما وصلت لارتفاع عالي، وصوت الحديد وهو بيخبط في العجل. المنظر كله كان مرعب، لكن اللي خلاني أقف في مكاني وأحس إن قلبي هيقف وده لما شفت أشباح ظهرت فجأة وهم مقيدين بأحزمة الأمان المتحللة. شكلهم كان مرعب جدا، من غير عيون
وبقهم مفتوح لدرجة كبيرة، ورافعين ايديهم اللي كانت غريبة وملتوية من شدة الخوف والذعر، وكأنهم شايفين نهايتهم قدام عينيهم. وشهم كان غريب ومشوه وخالي من أي تشبيه أو أي مشاعر. لا، مستحيل اللي أنا شايفاه ده يكون حقيقة. بدأت أرجع بظهري لورا وأنا شايفة اللعبة وهي متجهة للعودة ناحيتي، وفجأة الأشباح دي وجهوا وشهم كلهم ناحيتي مرة واحدة، وأنا سامعة صوت واحد فيهم كان بيقول: تعالي معانا للعالم بتاعنا. وقتها ما حسيتش بنفسي إلا وأنا بجري من شدة الخوف، لدرجة إني كنت هتكعبل وقع أكتر من مرة، لكن فضلت مستمرة في الجري. كنت سامعة صوت صراخ الأشباح وصوت السلاسل وكأنهم ورايا مباشرة، وحاسة بالأرض بتتهز من تحت مني. وقتها تأكدت إن أرواح الناس اللي ماتت كانت متعلقة روحهم هنا في آخر مكان كانوا فيه قبل لحظة وفاتهم.